ونظرات أمه ما كانتش سايباني، وهي بتبتسم ليا بكل سخرية على كل كلمة أنا بقولها. قلت لباسم خلينا نعمل غرفة الأطفال دي معيشة لحد ما ربنا يكرمنا. وقبل ما هو يرد مامته قالت لا، مفيش حاجة هتتغير في النظام ده. أنا خليته يدهنها على إنها أوضة أطفال، فخلاص مش هتتغير. لحد هنا اتضايقت وخلاص ما قدرتش أسكت، وهو كان ساكت تماما. قلت لها امال انا جايه اشوفها ليه؟ مش عشان اقول رايي واقول ايه اللي هيتغير؟ وبعدين مين اللي هيقعد فيها؟ مش انا وهو؟ قالت لي تقصدي ايه يا مريم، ان كلامي ملوش لازمه واخرج انا منها؟ رد باسم عليها بسرعه وقال لها لا يا امي، ده حضرتك الخير والبركه، واكيد مريم ما تقصدش كده. قلت لماما يلا انا عايزه امشي. باسم كان لسه هيتكلم، امه مسكت ايده وطبعا سكت. المهم رجعت البيت، قلت لماما انا خلاص مش عايزاه. قالت لي بصي انت اللي مكبره الموضوع، ايه يعني بيحب لو حابين تكملوا القصه، اسم القصه موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصه على طول.